بعد أيام من حرب أكتوبر، اللواء طيار حسني مبارك قائد القوات الجوية اتفاجئ بخطاب من قائد سلاح الجو الليبي بيطلب فيه رجوع طيارات الميراج الليبية. مبارك رد عليه بأن الطيارات لسه متكلفة بمهام قتالية وما ينفعش ترجع دلوقتي أبدا، وقال له أيوة احنا ابتدينا مفاوضات مع إسرائيل، لكن القتال ممكن يحصل في أي لحظة، ورجوع الطيارات من سيناء واليهود لسه موجودين هناك مستحيل إلا بقرار سياسي من الرئيس السادات والعقيد القذافي. ووقتها الشيخ زايد سمع عن اللي حصل فقطع زيارته للمغرب وجه على مصر، وجمع الرئيس السادات والقذافي في اسكندرية وحاول يصلح بينهم بعد ما اختلفوا في حرب أكتوبر، لما القذافي في أول أيام الحرب خرج يتريق على الجيش المصري، وبعد كده رفض وقف إطلاق النار والمفاوضات وتعامل إنه هو رئيس مصر اللي المفروض ياخد القرارات. لكن محاولة الصلح فشلت وصمم القذافي ياخد الطيارات. السادات بلع الموضوع وقال ادوها له. وبداية من سنة 74 زادت حرب القذافي على السادات ومصر بكل الطرق والوسائل الشريرة، سواء تحريض أو محاولة اغتيال أو تفجير منشآت، لحد ما وصلنا سنة 77. في السنة دي القذافي اتجنن وحشد القوات المسلحة الليبية على الحدود مع مصر، وبالتوازي ابتدت حملات إعلامية ليبية بتدعي للثورة على السادات أو الانقلاب عليه من الجيش. وبعدين طلب القذافي من 225 ألف عامل مصري يسيبوا ليبيا فورا وإلا هيعتقلهم، وفعلا عدد كبير من العمال رجعوا مصر وكان المشهد مؤلم جدا. ويوم 20 يونيو سنة 77 حشد القذافي آلاف الليبيين في مظاهرة راحت على الحدود المصرية، وقال لك الهدف هو إزالة الحدود اللي واقفة قدام نهضة الشعوب العربية. وكانت خطة القذافي إن المظاهرة هتتحرك ناحية الحدود، وبالتزامن هتقوم مظاهرات في القاهرة ضد السادات من الناصريين وكل الناس المتمولة منه، وهنا هيبقى في ضغط على السادات وممكن يقع. المظاهرة اجتاحت الحدود، لكن القوات المصرية تصدت ليها وما حصلش أي مظاهرات تانية في القاهرة. ويوم 14 يوليو الدبابات الليبية في مدينة السلوم هجمت القوات المسلحة المصرية على الحدود وخطفت 14 جندي، وردت قواتنا على إطلاق النار. وحصلت حوادث مشابهة يوم 16 يوليو. ويوم 17 بعت القذافي إنذار من القوات المسلحة المصرية طالبها بالانسحاب من نقطة حدودية بين البلدين وإلا هيضربها بعد يومين. واستمرت هجمات قوات القذافي على الحدود بدرجة مرعبة، وكل ده ومصر متمسكة بضبط النفس والرد على إطلاق النار فقط. والكل بقى مستغرب إزاي مصر ساكتة على اللي بيعمله القذافي، لكن السادات صبره نفد واستدعى المشير محمد عبد الغني الجمسي وزير الحربية وطلب منه الاستعداد والتخطيط للرد على الأرض، وقال له يا محمد عايزك تأدب الواد ده بس من غير ما نضرب مواقع مدنية أو مدنيين. ويوم 21 يوليو سنة 77 ابتدت عملية التأديب، وخد القذافي درس عمره منسي. بعد 4 أيام وصل الرئيس الجزائري هواري بومدين مصر وقابل الرئيس السادات في اسكندرية وقال له القذافي تاب وأناب ومش هيتحرش بمصر تاني أبدا. وهنا أعلن السادات وقف إطلاق النار وقال للقذافي ولكن إن عدتم عدنا، واللي هيتطاول على مصر مش هسيبه.